باشمهندس، انا عندي تي شيرت هقصه على القماش على المقفول، وفي جيب واحد من قدام. ينفع جيربر يعمل جيب واحد بدل جيبين؟ اه عشان طبعا. عشان القماش على المقفول. طبعا انت عندك هنا القماش اللي على المقفول، فلو انت حطيتي جيب واحد هيطلع لك جيبين. طب انا عايز اقول له خلي بالك ان التيشيرت ده جيب واحد. خدنا في جدول الموديل حاجه اسمها هاف بيسز، انصاف القطع. هنشوفها تاني مع بعض دلوقتي ان احنا نعملها في جدول الموديل. نقول له القطعه دي زي ما كنا بنعمل في المانيوال بقى، اقول له ان الجيب بتاع 2 اكس يدي الاكس لارج، باخد نص الكميه هنا ونص الكميه هنا. هو يسالني عايز اني دايركشن ولا سيم دايركشن ولا نون. هي تبقى جايه على الديفولت على نون، فاحنا بنقول له يا تاخد سيم دايركشن نفس الاتجاه، يا تاخد اني دايركشن اي اتجاه. تعالوا نشوف نعمله ازاي مع بعض. لما نيجي نفتح مع بعض جدول الموديل، وليكن ادي التيشيرت بتاعي ده اهو، هفتحه على البي دي اس، اضغط عليه كليك يمين واقول له اوبن ويز باترن ديزاين، سواء سيبريت او اكتف ايا كان. اهو التيشيرت عندي اهو مكون من صدر وظهر والكم وجيب واحد. القماش عندي نسيج دائري على المقفول، تمام. فبالتالي القماش عباره عن طبقتين، لما ترسم جيب هيطلع لك جيبين اوتوماتيك. فاحنا عايزين نفهم جيربر الكلام ده، نقول له خلي بالك انا عايز جيب واحد بس، الموديل فيه جيب واحد بس. هنرجع لجدول الموديل، نفتحه على الموديل اديتور، كليك يمين اوبن ويز موديل اديتور، اول واحده اهي اللي هو محرر جدول الموديل. ويمكن انا شارح عندكم جدول الموديل ده بالتفصيل على قناه اليوتيوب جيربر توجيزر. اللي يتفرج على الفيديو في حاجه مش واضحه يكتب لي في الاسئله وان شاء الله هرد عليه. وهوريكم كمان الفيديو نفسه. ده جدول الموديل موجود هنا على قناة اليوتيوب، تقدروا تتفرجوا عليه، مشروح بكل التفاصيل بتاعته بكل الاوبشنز الموجودة فيه. طب هنرجع بقى للموديل بتاعنا اهو، وارجع افتحه على الموديل اديتور، كليك يمين زي ما قلنا اوبن ويز، اول اختيار موديل اديتور محرر جدول الموديل، فتحوا لي هو هنا. ده البيزك بتاعي، انا اسسته عادي جدا، تمام. وانا دايما بشتغل بالطريقه دي، والطريقه دي سهله وكويسه جدا وهتبقى مناسبه لكل الناس. طيب عشان اتفادى بقى موضوع الاعداد، يحط لي في الماركر كمين ويحط لي صدر وظهرين لان القماش عندي على المقفول، واحنا بنقول له في اللي ليميت خلي بالك ان القماش على المقفول. طب ليه بنقول له كده؟ عشان هو يشتغل كويس ويديني اقل استهلاك. هي دي شغلانه البرنامج والتكنولوجيا دايما، ان انت تديني اقل استهلاك. لو انا هشتغل بايدي هطلع القطعه ب 300 جرام، لا، من فضلك يا جربر طلعها لي من 280، طلعها لي من 270. اي نسبه قماش هتوفرها بالنسبه لي هي المكسب عندي. طيب فهنيجي هنا في الفليبس، عشان دي برضو مشكله بتقابل زمايلنا دايما، موضوع الاتجاهات. يا باشمهندس القماش قطم، ابص الاقي الاعداد مش مظبوطه، عامل لي 2 صدر وعامل لي ظهر واحد. لا، سيب دي زي ما هي في الفليبس هنا، واحد واحد واحد. تعالى عند الكم، الكم انت قايل له واحد واحد، خليها هنا دبل وهنا زيرو خلاص. يبقى في الدبل داش، قلنا الدبل داش قبل كده في جدول الموديل ده الاوريجينال بوزيشن، الوضعيه الاصليه اللي حضرتك راسم بيها الباترون على البي دي اس. فانت راسم الكم باصص ناحيه الشمال، راس الكم كده، اوكي. فهقول له لا انا عايز 2 في اتجاه واحد، الدبل داش الوضع الاصلي. يوم هو لما نيجي نعمل بقى الماركر يظبط لي اعداد القطع مظبوط. نيجي بقى هنا ده تمام كده، حاجه اقول له تعالى انا الجيب عايز جيب واحد، عندي هنا هاف بيسز، انصاف القطع، تمام كده. حاجه اقول له هنا في الهاف بيسز زي ما كنا بنعمل في المانيوال، كنت تجيب الجيب الدبل اكس، تقول له يا جربر الدبل اكس ده هناخد نص الكميه للدبل اكس ونص الكميه للاكس لارج. هنا هنقول له هاف بيسز، يديني 3 اختيارات، نون وسيم دايركشن واني دايركشن. سيم دايركشن ان الجيب بتاع المقاس الدبل اكس يبقى نفس اتجاه الجيب الاكس لارج. اني دايركشن لو الخامه مش فارقه معاك هقول له اني دايركشن عادي جدا، تمام كده. وبعد كده لما اجي احفظ هنا حاجه اقول له سيف از. الجدول الموديل ده انا عامله مخصوص للبوك فولد اهو. طيب لو جالي قماش على المفتوح هستخدم جدول الموديل عادي، يبقى انا كده احتفظت بنسختين من جدول الموديل، تمام اهو، واحد على المفتوح وواحد على المقفول. او بنعمل القصه دي دايما مع العملاء لما يكون عنده تنوع في الخامات بتاعه القماش.
بعد ما عملت القصه دي كده لسه فاضل لي حاجه تانية في الجدول الاوردر. هاجي هنا كليك يمين في الحته الفاضيه نيو واقول له اوردر اهو. افتح معايا. احنا هنعمل ايه؟ تيشرت تي اس اتش اي ار تي، تمام، شرطه شرطه من المقاس ميديوم لحد 2 اكس لارج اهو. عرض القماش 90 سنتي. نيجي في اللي ليميت نقول له احنا عاملين ليه ليميت بوك فول اهو. نيجي في الانوتيشن الطباعه على الباترون اقول له اطبع لي من غير خياطات. نيجي على النوتش نقول له عايزين شكل النوتش او شكل الفورد تي. هنا الفابريك ويتس عرض القماش قد ايه؟ 90. نيجي هنا في جدول الموديل نختار الموديل بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه اللي هو بوك فولد. نكبر كده ونشوف اهو اوبن. وهاجي هنا اختار بقى المقاسات بتاعتي من الكبير للصغير. 2 اكس لارج اوكي، بعد كده اكس لارج اوكي، بعد كده لارج، بعد كده ميديوم اهو. واجي هنا في الكوانتيتي او الريشيو 1 1 1 1. نيجي هنا بقى الماستر تايب اقول له خلي بالك ان جدول الموديل ده فيه هاف بيس. نيجي هنا بقى نقول له ال 2 اكس هيدي الاكس لارج، تمام، واللارج هيدي الميديوم. واقول له هنا بروسيس اوردر يس، يقول لي سكسس. طب تعالوا نشوف كده اتجاهات الباترون هنا. هاجي اقول له فين الماركر بتاعي بتاريخ النهارده 22/8 اهو. افتح لي يا جيربر الاول اتشيك على الماركر. ابص الاقي هنا اهو القطعه مكونه من صدر وظهر وكمين. هنا ده مقاس اكس لارج هيدي للاتنين اكس، وهنا الميديم هيدي لللارج. يبقى اداني الجيب قطعه واحده انصاف القطعه. طيب تعالوا نتفرج كمان على الاكيونيست. كليك يمين سند تو اكيونيست نشوف التعشيق. وبالنسبه لي كمان اتشيك على اعداد قطع الباترون بتاعتي اهو. اوكي نتفرج عليه وهو بيعشق الماركر. ابص هنا لما اجي اتشيك مثلا اخد لون زي الاورنج. ادي ظهرين وادي صدرين اهم، تمام، وادي اعداد الجيوب مظبوطه واعداد الكم كمان مظبوطه. بصوا جيب واحد يسلف الجيب الثاني، جيب واحد يسلف الجيب الثاني. بالتوفيق، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.